امبارح لقيت الاطفال الصغيرين عمالين يصرخوا ويعيطوا ومرعوبين من لعبة زمايلهم بيلعبوها في المدرسة. فانا ما اديتش اهتمام قوي للموضوع، قلت عادي لعبة وحاجة بسيطة. هما كانوا بيقولوا لي ان زمايلهم في المدرسة بيجيبوا ورقة وبيرسموا فيها خطين صح وغلط وبيحطوا فيها قلمين عكس بعض ويفضلوا يقولوا حاجة كده زي تعويذة تشارلي تشارلي اريو هير، وبعد كده لازم يجرحوا ايديهم ويحطوا دم. وفي وسط الكلام لقيت البنت بتقولي يا مس دول بيروحوا الحمام ويقروا قرآن في الحمام علشان خاطر التعويذة تشتغل. فقلت لا، الموضوع شكله بجد. فهي لعبة تشارلي اللي موجودة في المدارس دلوقتي واللي تعتبر كارثة حقيقية لازم نخلي بالنا منها. لعبة تشارلي دي لعبة جت في سنة 2015 وكان الهدف منها ان هي في حاجة غامضة، الكلام اللي بيتقال ده ازاي بيحرك الحاجة من مكانها. اللعبة دي انتشرت على التيك توك في الايام اللي فاتت، والعيال لما شافوها راحوا المدرسة قرروا ان هم يعني يفاجئوا زمايلهم، وبالفعل لقيت عيال جايين متعورين والدم، وفي عيال بتعيط ويطلعوا ان دي ملموسة وتصرخ، والدنيا اتقلبت في اكتر من مدرسة. حتى مامتي في المدرسة بتاعتها برضو كان عندهم الموضوع ده. يا جماعة خلوا بالكم عيالكم بيتفرجوا على ايه، مش تسيبوا لهم التليفون كده وخلاص وهم بيتسلوا، لازم يبقى في رقابة هم بيتفرجوا على ايه وبيعملوا ايه. في حاجة بقى مهمة في الموضوع ده غير اللعبة وغير الكلام، ردة فعل المدرسين تجاه اللعبة دي، وهي كانت ردة فعل غلط جدا الصراحة. المدرسين قالوا لهم ان الكلام ده مش موجود ومفيش حاجة اسمها الجن ومفيش حاجة اسمها الشياطين، وده كله كلام فاضي. وده خلى الموضوع يقلب بنتيجة عكسية خالص، لان انت دلوقتي خليت الطفل ياخد الامان تجاه اللعبة دي ويجربها على اساس ان مفيش حاجة موجودة من اللي بيتقال، وانت كده ما نفعتوش خالص. بالعكس انت خليت عنده فضول ان هو يجرب، وطالما دي حاجة عادية وطالما دي حاجة هزار فايه المشكلة لما اجرب يعني. طبعا كلنا عارفين ان ربنا خلقنا في الدنيا انس وجن، فلازم تفهموا عيالكم الحاجة دي كويس جدا، ولازم تعرفوهم ان في جن عايش معانا وان احنا المفروض نحصن نفسنا بالاذكار. تعرفوهم الحاجات اللي بتتقري علشان خاطر ربنا يحفظهم. فبلاش تقولوا الكلام ده مش موجود، دي مش حقيقة، ده هزار. وبلاش تشغلوا الفضول في دماغهم، لان لما طفلك يسألك سؤال وانت ما تديهوش اجابة مقنعة ده بيشغل الفضول جوه دماغه وبيخليه هو اللي يحاول يدور على الاجابة بنفسه. فلما تديله الاجابة بطريقة صح هتغنيه على انه يوقع نفسه في مشاكل علشان يوصل للاجابة اللي ملقاهاش عندك. خلوا بالكم من عيالكم وفهموهم ان الجن موجود عادي وربنا خلقنا احنا الاتنين علشان نعبده، وحفظوهم الحاجات اللي تحفظهم ويقولوها لما يكونوا خايفين. ربنا يحفظكم ويبعد عنكم وعن ولادكم كل شر. مع السلامة.